انت متاخر كتير قوي على كوليكشن المصايف. المصيف بيحتاج استعدادات وتجهيزات. دلوقتي رأفت صيام في المحله الكبرى بيقول لك انت متاخر كتير قوي على كوليكشن المصايف. احنا نعمل في صمت، احنا بنسبق الاخرين، محدش بيمشي ورانا. هم اللي بيمشوا ورانا صح؟ ماشي، أنا تعالوا نشوف بص كوليكشن المصايف بيكمل من كل موديلات اللي انتوا عايزينها. كوليكشن المايوهات ده احنا مجهزينه من الشتاء اللي فات. الشتاء اللي فات الناس مستنيه، احنا مختارين الموديلات دي بالشتاء اللي فات. طبعا احنا عشان سابقين بخطوات كبيره جدا، فانا هوريك شغل محترم قوي، شغل هتعرف تكسب فيه. ليه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من البدايه كده، البدايه مبشره جدا، تقفيل محترم. طبعا الشغل بتاع الشغل بقى اللي فات والشغل اللي كان موجود في السوق بقى، والشغل اللي هو ايه متداول، اللي ممكن تلاقيه في اي مكان وغالي ومش هتاخد منه استفاده كويسه ليك كبيره. بص بقى، تمام، تعالى بقى موريك بقى. بقول لك هنا كوليكشن المصايف. الناس اللي مستنيه وقت البلبطه دلوقتي هيقول لي بقى ده مايو عادي، ايه المشكله فيه؟ اقول لك انت راجل مش تاجر، انت راجل مش فنان، انت مش فاهم الدنيا ماشيه ازاي. المفروض اصلا ما يكونش شاف، ما بيشفش. اول طبعا حاجه تاخد قطعه، طبعا الرسمه بتاعتها محترمه جدا، التلبيس بتاعها عالمي، وكمان الالوان متناسقه مع بعضيها. هنا حاجه، وده اهم حاجه ان هو ما يشفش اللي ورا الجسم طبعا، ويكون اقل كميه ميه ممكن تدخل الجسم. يعني طبعا انا بكلمك في شغل اطفال، حاجات اعلى من مستواك انت كراجل بتضرب، او كراجل مثلا شغال في الشعبي. انا بتكلم في حاجه انا اخدها ليا قبل ما انا اديها لك، حاجه تستاهل فعلا. كوليكشن المصايف بيبدا عند رأفت صيام.